صباح الخير، يوم جميل عليكم جميعا يا رب يا رب. بتمنى لكم يوم جميل. صحينا الصبح، لقينا يوم جميل، لقينا النهار طالع. ايا كانت مشاكلنا اللي نمنا بيها امبارح، ايا كانت مشاكلنا اللي قلقانين عليها، ايا كانت الحاجات اللي مخوفانا في المستقبل ان احنا ما نقدرش نحلها او ما نقدرش نواجهها. انا حابه اقول لكم حاجه. بغض النظر والله، يعني مع احترامي لكل آراء علم النفس والصحة النفسية والكوتشز، مع احترامي لكل حد فيهم، مع احترامي لكل حد بيقولك أو بيقولك أنت قوي جدا، أنت قوية جدا، أنت تقدري تواجهي كل حاجة. أنا بحترم جدا الآراء دي، وعايزة أقول لكم إن هي بتبقى مشجعة جدا وبتفرق مع الناس جدا. لما حد يقولك أنت قوي في وقت أنت حاسس فيه إن أنت ضعيف، دي بتبقى حاجة حلوة ومشجعة. بس ما تخليناش ننقاد قوي وراها ونقعد نقول انا قوي، انا قادر اواجه الدنيا لوحدي، انا هقدر اعمل كل حاجة لوحدي، انا هعرف احل المشاكل، انا مش محتاج لحد. بلاش يعني ننقاد قوي ورا الرأي ده، لان احنا بطبيعتنا يعني ربنا خلقنا، وربنا سبحانه وتعالى اعلم بينا وبيقول لنا انه الانسان مخلوق ضعيف. الانسان مخلوق ضعيف، فخليك حاسس بان انت مخلوق ضعيف. ايا كانت القوة اللي انت فيها، ايا كان العلم اللي انت واصل له، ايا كانت المرحلة اللي انت فيها، سواء انت غني ومعاك فلوس كتير، ربنا كرمك ومعاك اولاد كتير بيدعموك، عندك وظيفة مضمونة وما شاء الله انت مستقر فيها، فايا كانت الحاجة اللي في حياتك اللي مدياك احساس بالقوة، لازم تكون عارف ومتأكد ان هي من ربنا سبحانه وتعالى. ان القوة لله جميعا، يعني ربنا هو القوي، واحنا قوتنا دي بنستمدها من ربنا سبحانه وتعالى. فاوعى ابدا تتغرب ان انت عندك حاجة مقوياك، واوعى ابدا تفضل تقول لنفسك انا قوي انا قوي انا قوي، لانه انت من غير ربنا سبحانه وتعالى ما يكون مقويك انت مش قوي. يعني لقد خلق الانسان ضعيفا، الانسان ضعيف. يعني انا دايما بحس كده، احنا مش اقوياء قوي كده. حتى لو جت مواقف بنظهر فيها ونطلع قدام الناس ان احنا اقوياء قوي، لا، مازال جوانا الضعف اللي بيخلينا محتاجين دايما لربنا ومحتاجين دايما ندعي. فما تنسوش الحاجة دي، وما تنقضوش قوي ورا السوشيال ميديا واي حد تسمعوا له واي حد تسمعوا كلامه. خليك متجه اتجاه اخلاقي واتجاه ديني، واعترف بضعفك كإنسان، واعترف ان انت محتاج للناس التانية في حياتك، محتاج لولادك، محتاج لأهلك، محتاج لقرايبك. واطلب منهم الدعم وحاول تتفاهم معاهم. يعني حاول تفهم الشخصيات اللي انت عايش معاها وتتفاهم معاهم بدل ما تنعزل. ولو هتنعزل بيبقى انعزال جزئي، يعني فترة بسيطة وترجع على طول، ما تنعزلش فترة طويلة فتتعود على الانعزال. لانك لما بتنعزل فترة طويلة وتبقى متعود على الانعزال وتستغنى عن الناس، انت كده بتعمل حاجة ضد فطرتك، ضد فطرتك انك تنعزل. احنا اتخلقنا يعني عايشين مع بعض وبنساعد بعض، ومطلوب مننا تعاون، مطلوب مننا حب، مطلوب مننا صدقة، مطلوب مننا ابتسامة في وجه الآخر، مطلوب مننا مشاركة، مطلوب مننا عطف على الآخرين، مطلوب مننا نسأل عنهم ونتفقد أحوالهم، مطلوب مننا صلة رحم حتى لو كانوا أهالينا، وصلة الناس اللي احنا مرتبطين بيهم بصلة رحم مش مرتاحين ليهم أو بيعملوا حاجات سيئة. لا، يعني في حاجة اسمها ان انت انسان مبتلى وبيحصل لك ابتلاء، والابتلاء ده هيجيلك فين؟ مش هيجيلك وانت لوحدك، ما هو اكيد هيجيلك في الناس اللي حواليك. فلما يجيلك ابتلاء من الناس اللي حواليك انت بتصبر. يعني سبحان الله، انما يوفى الصابرون اجرهم بدون حساب. فعشان كده احنا مش كل حاجه لا انا هسيب، لا انا مش هستحمل، لا انا قوي وهقدر اتعامل مع نفسي. يعني بلاش نقول لنفسنا الكلام ده، نقول لنفسنا احسن انه نصبر، انه نتعاون، انه نستحمل بعض. يعني ده هيبقى في ميزان حسناتك، وربنا مش هيسيبك تعاني كتير، ربنا مش هيسيبنا نعاني كتير. وحتى لو طالت المدة بيكون ليها حكمة عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يقوينا جميعا يا رب، ونهاركم جميل يا رب، نهاركم جميل. باي باي.